تحية طيبة، وطابت أوقاتكم بكل خير في هذه الإطلالة الخفيفة، واللي من خلالها غنناقشوا آخر العناوين العاجلة. مستقبل ثلاثي أسود الأطلس يقلق بال الركراكي قبل كان المغرب. هادشي كامل وكثر غتشاهدوا معنا في هذا المقطع، ولكن قبل نصلي ونسلم على خير المرسلين محمد رسول الله فضلا وليس أمر. بغيتكم تدعموا هذه القناة بالاشتراك، تفعلوا إعجاب، ويلا على بركة الله. يدخل الناخب الوطني السيد وليد الركراكي فترة حرجة تزامنا مع انطلاق الميركاتو الصيفي الذي يأتي هذه السنة في توقيت دقيق يسبق أشهرا قليلة فقط من انطلاق نهائيات كأس إفريقيا المقرر بالمغرب مطلع العام المقبل. وفي ظل الطموحات الكبيرة التي يرفعها الشارع الرياضي المغربي، فإن التركيز في المرحلة الحالية لا يقتصر فقط على التحضيرات التقنية والتكتيكية، بل يتعداها ليشمل تتبع أوضاع عدد من اللاعبين الأساسيين داخل كتيبة أسود الأطلس، والذين يعيشون وضعا غير مستقر على مستوى الأندية. ذلك ما يفتح الباب أمام سيناريوهات معقدة قد تؤثر على جاهزيتهم مع اقتراب الحدث القاري الكبير. وتتزايد المخاوف داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بشأن مصير ثلاث من أبرز الأسماء التي تعتبر من الركائز الأساسية في منظومة وليد الركراكي، وكيتعلق الأمر بكل من نايف أكرم، عز الدين أناحي، وسفيان أمرابة، وجميعهم يمرون بمرحلة مفصلية في مساراتهم الاحترافية، سواء بفعل نهاية التعاقدات أو بفعل أزمات داخل أنديتهم قد تفضي إلى تغييرات غير محسوبة في اللحظات الأخيرة من سوق الميركاتو. هذه التحركات المقلقة في السوق الأوروبية تضع الركراكي في وضعية ترقب دائم، خاصة وأن الاستقرار الفني للاعبين في أنديتهم يمثل أحد أهم شروط المنافسة على أعلى مستوى، لا سيما في البطولات القارية تقام على أرض المغرب، وتحمل معها الكثير من التطلعات الجماهيرية والسياسية. وكيتصدر كل من نايف أكرد المشهد ضمن هذا الثلاثي، حيث أنهى فترة إعارته القصيرة مع نادي الريال سوسيداد الإسباني، معلنا رفضه العودة إلى النادي الأصلي وست هام يونايتد الإنجليزي، في وقت تشير فيه التقارير الصحفية متعددة إلى رغبة عدد من الأندية الإيطالية والإنجليزية في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية. أيضا ومع أن اللاعب يحتفظ بقيمته السوقية والتقنية في مراكز الدفاع، إلا أن تأخر حسم مستقبله كيثير قلق الجهاز الفني، خصوصا في ظل حاجة المنتخب إلى مدافع جاهز بدنيا ومندمج تكتيكيا قبل التجمعات الإعدادية المقبلة، أنا وهو سخرة المنتخب الوطني. ولا تبدو أوضاع عز الدين أناحي أفضل حالا، حيث دخل اللاعب في صدام غير مباشر مع إدارة نادي أولمبياك مارسيليا التي كانت قد وافقت في وقت سابق على إعارته إلى نادي بانثياكوس اليوناني، غير أن التطورات الأخيرة كشفت عن نية النادي الفرنسي في تحويل وجهة اللاعب نحو الدوري الروسي بعد أن تلقى عرضا من نادي سبارتاك موسكو. أناحي وفقا للتقارير الفرنسية عبر عن رفض التوجه إلى روسيا، وهو ما دفع إدارة مارسيليا إلى إبعاده عن الفريق الأول وإلحاقه بالفريق الرديف في خطوة مصيرة على أنها ضغط مباشر لتغيير موقفه. وتزيد هذه الأزمة في الغموض المحيط بمستقبله، خصوصا مع ورود أنباء عن إمكانية انضمام إلى نادي طرابزون التركي، وهي الخطوة التي تعقدت بدورها فعل وجود المهدي بن عطية على رأس إدارة الرياضي النادي في علاقة توصف بأنها لا تخلو من الفتور بين الطرفين. أما الثلاث الأسماء التي تشير صداعا كبير داخل الطاقم الفني، فهو المغربي سفيان أمرابط متوسط ميدان نادي فنربخشة التركي، الذي يتوقع أن يكون على موعد مع انتقال جديد في مشوار الاحترافي. اللاعب الذي خاض تجربة مميزة في الدوري الإيطالي سابقا رفقة فيورنتينا، عاد إلى دارة اهتمام أندي كاتشيو وعلى رأسها نادي أتلانتا بيرغامو الذي دخل في مفاوضات مقدمة مع شأن التعاقد معه. وأفادت تقارير إعلامية تركية بأن المدير الرياضي لفنربخشة ديفين أوزيك يتواجد حاليا في إيطاليا من أجل تسريع عملية بيع اللاعب المغربي، وسط رغبة مشاركة في التوصل لاتفاق مادي رغم اختلاف حول قيمة الصفقة التي يقدرها الثمن النادي التركي بحوالي 20 مليون أورو. لافت أن أمرابط رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف 2028 لا يمانع في مغادرة الفريق، خاصة بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي جوزي مورينيو الذي لم يمنح دقائق لعب كافية في الموسم المنصرم. وتبدو عودة أمرابط للدوري الإيطالي خيارا مفضلا بالنسبة له، ليس فقط الاعتبارات الفنية بل أيضا لرغبته في العمل مجددا تحت قيادة المدرب الكرواتي إيفان بوريتش الذي سبق وأن ضربه في فيورنتينا وتربطه به علاقة مهنية متميزة. ومع ذلك فإن أتلانتا ليس الفريق الوحيد المهتم، إذ كشفت مصادر إعلامية عن دخول نادي لاتسبيورغ على الخط، إضافة إلى اهتمام من أحد الأندية الدوري السعودي، ما قد يغير وجهة اللاعب في حال تقدم بعرض مالي مغري.
وقد شارك سفيان أمرابط في 39 مباراة مع فارنباخ الموسم المنصرم، سجل خلال هدفين وصنع 4 تمريرات حاسمة. أيضا أمرابط كيعاني في مستوى بفعل غيابي عن تنافسية متناظمة، كما يعد من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المنتخب الوطني بعد أن خاض 66 مباراة دولية، مما يجعل وضعيته من أهم الملفات التي تابعها الركراكي عن قرب. ويراهن الناخب الوطني على استقرار أمرابط كعامل مهم لضمان التوازن وسط الميدان، خاصة في ظل محدودية الخيارات البديلة على مستوى المحور الدفاعي. وتؤثر الوضعية الحالية ثلاثي أسود الأطلس على صيف شائك ومعقد بالنسبة للجهاز الفني، الذي سيضطر إلى التحضير لمرحلة قادمة وسط ضبابية كبيرة تخص الحالات الذهنية والبدنية لهؤلاء اللاعبين. أما كرأي شخصي فأن كل من أمرابط يقدر يعود اللاعب المتميز أمير ريتشاردسون، لهذا اللاعب اللي خاصة تعطاه الفرصة مع المنتخب الوطني اللي كيملك معايير مؤهلة من لاعب كبير الجودة. أيضا أكرد لا نقاش في مستواه وما كاينش بديل لهذا اللاعب في المنتخب الوطني. أما عن أناحي فكنظن ان كاين خيارات كثيره لهذا اللاعب في وسط الميدان، ومن اهمها او من ابرزها هو بلال الخنوس. الى تابعتي معايا المقطع النهائي بغيتكم تدعموا هذه القناه بالاشتراك، تفعلوا اعجاب، والى اللقاء اصدقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.